عرفتي وانا كنصور لكم هذا الفيديو عرفتي شنو وقع ليا. المهم ما كملاش حتى دقيقه يلا كنصور باش نبارطاجي معكم الفيديو اللي وعدتكم به. سخن ليا التليفون، طلعت له درجه ديال الحراره، سخن ما بقاش بيخدم كاع بصفه نهائيه. وتبارك الله عرفتي شحال تقريبا كاينه شي 44 ولا مع 46 ديال الحراره، وانا في هذه الوقيته اللي واقفه فيها كنصور الفيديو كاينه شي 46 ديال الحراره. استريحيت واحد شويه، قلت بلاتي لربما ما نعرف، حيت كنت حاطاها هكايا حاطاها كنعطي للشمس، كنت حاطاها في الطوموبيل ما ردتليش البال وكان مقابل مع الشمس. ومنين خرجته باش نصوروا داكشي طلعت له درجه الحراره، جلست واحد شويه باش نعاود نصور لكم. وهذا المهم ما باش يخدم، اضطريت انني نجلس في واحد القهيوه. ايوا المهم بدلت التليفون انا كاع وعد باش نصور لكم الفيديو اللي وعدتكم به. المهم الناس اللي ما كتعرفنيش او لا اول مره دخلت المحتوى ديالي، انا غزلان، قناه غزلان. ما تنساوش راه كنبارطاجي معكم من مدينه مراكش. ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش توصلكم كل حاجه اللي هي جديده. وخليكم معايا في الفيديو، بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده للجميع. وخليكم معايا في الفيديو، راه فيه بزاف الحوايج، فيه بزاف ما يتقال. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا هذوك الشقق ديال 3 البيوت وصالون اللي كنت بارطاجيت معكم شحال هادي. بالنسبه للناس اللي كانوا تواصلوا معايا قال لك ما عرفتش واش هربوا يساليوهم ولا لا. حنا المهم غادي نمشي هنايا للمشروع وغادي نشوف. ما تنساوش تشترك في القناه وفعل زر الجرس باش توصلك كل حاجه اللي هي جديده. وبالنسبه حتى للطريق ديالهم غادي نوريها لكم ان شاء الله حتى هي في هذا الفيديو هذا. غنوريكم واحد الطريق اللي هي مختصره شي شويه. غادي نمشيو من واحد البلاصه كيقولوا ليها جهه 40، وهنايا في هذه البلاصه هذه غندور لكم الكاميرا باش تشوفوا فين جا مكتب البيع. اذا هنا الا جينا مع هذه الطريق هذه، هنا كاين مكتب البيع. هنا الطريق هذه كتخرجنا نيشان جهه الجامع اللي كاين في الضحى، في الاخر ديال الضحى. هنا في هذه الطريق هذه راه كاين الحمام الزرقتوني على يدينا اليمين كنلقاو مكتب البيع. بالنسبه للشقق اللي جيت لهم اليوم هما هادو اللي اونفاس معانا. هنا بالنسبه للشقق اللي جيت لهم اليوم هما هادو اللي اونفاس معانا. غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوهم فين وصلوا. المهم على حسب لي كومونتير ديال الناس غنجيب لكم الارقام ديال الهواتف، غادي تلقاوهم في صندوق الوصف ان شاء الله. وهنا راه البلاصه مكالميه. بالنسبه لهذا المشروع هذا اللي كنتكلم عليه اليوم، شو تبارك الله راه شحال هادي باش حطيت لكم الفيديو، تقريبا شي 4 شهور، هادي له مع 5 شهور باش حطيت لكم الفيديو ديالهم في البلان ياك. الا عقلتوا عليه هاد الشقق ديال ابواب مراكش كنت حطيتهم ديال الضحى ديال ابواب مراكش، حطيتهم لكم تقريبا 4 شهور. هادي كان باقي في البلان، كان داير غير هذاك الكرياج وصافي. وهنايا لي طرافو خدامين. فاش جيت هنايا تحت الطلب ديالكم بطبيعه الحال سولتوني الناس بزاف كيتواصلوا معايا اللي على برا كيقول لك واش امتى بيسالي المشروع، واش بيسلموا لهم، واش باقيين فيهم، واش ما باقيينش. هما راه باقيين الشقق هنايا، ولكن راه ضروري راه حتى تجيو لمكتب البيع. راه ملي كتجي لمكتب البيع راه كيعطيك تفاصيل اخرين. هي باش نهضر انا معكم بعدا في واحد القضيه اللي هي مهمه بزاف. كيهضروا معايا على النوار هنايا، كيقول لك واش عندهم النوار، ما عندهمش النوار هنايا. هنا 25 كيديكلاريو لك 25، ما كاينش النوار في هادو. وكنتحدى اي واحد ما عندهمش النوار في هادو. انا كنهضر معكم الهضرات الواقع والمعقول. قلتوا لي مشروع ما فيهش النوار، ها هو المشروع اللي ما فيهش النوار. كتعطيهم 25 كيديكلاريو لك 25، صوف شي مصاريف هكايا بطبيعه الحال ديال الدوسي شي حاجه هكا بطبيعه الحال كتكون زايده واحد شويه، ولكن النوار راه ما كاينش. وبالنسبه لهذا المشروع هذا راه قلت لكم حطيته لكم 4 شهور. هادي كان في البلان وهما الناس خدامين. مشروع غزال تبارك الله، جا حدا حمام الزرقتوني، عنده 2 طريقات مزيانين وقرابين. عنده ديك الطريق اللي من حدا الحمام غادي نخلي لكم، المهم غادي نخلي لكم واحد لو لين في صندوق الوصف، ممكن تفرجوا في الفيديو اللي ما شافوش. كاين فيه البيرو، البلاصه بالضبط اللي كتجي فيها من المنطقه اللي كاين فيها البيرو داكشي الا بغيتي تجي ديريكت للمشروع. وكاينه من هذه البلاصه اللي دخلت لها انا كتجي من المسيره الثانيه بحال بتدخلي المسيره، قولي المسيره الثالثه تقريبا، كتجي لحدا 44 واحد البلاصه كيقول لها 44 على يديك اليسار. انا مصورها لكم هنايا، غادي نوريكم الطريق ديالها. كتدخلوا على اليسار كتلقاوهم نيشان اونفاس معكم زوينين. وهنايا كاينين غير الفيلات والبلاصه مكالميه وقريب لكم كلشي
وهنايا راه قلت لكم فيهم اللي كيقلب على 3 البيتات وصالون. المهم راه كتسمعوا كيقول لك 3 البيوت قد الحكاك قد هذا كوميم كما كان بعدا ماشي بحال هذاك الشيء ديال 50 متر و48 متر. هاد الشقق هادو راه فيهم تقريبا فوق 60 متر راه زوينين وكاين اللي فيهم لي بالكون. المهم مزيانين. انا الارقام ديالهم غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف. واحد النمره بيرسونيل غادي نكتب لكم عليها السميه ديال مولاها. بالنسبه لي انا الرقم ديالي الخاص اللي فيه 06 13 هذا الرقم هذا اللي كيبدا ب 06 13 27 هذا راه ديالي هاد الايام مع الصيف والوليدات وانتم عارفين اللي كاين. راه مره كنجاوب فيه مره ما كنجاوبش فيه. راهي مع الصيف والوليدات كنبغيو نخرجوا بعض المرات ما كنكونش مساليه كنسافروا هكا مره ما كتكونش شويه ديال الوقت. ولكن راه كنلقى لي زابيل بعض المرات كنعيط. ولكن راه داكشي راه كثير راه ما يمكنش ليا نعيط لكلشي. داكشي علاش كنضطر كندير فيديو. بالنسبه لهاد السيد راه كوميرسيال تمايا تواصلوا معاه. غادي نحط لكم الرقم ديالو ونحط لكم الاسم ديالو يوسف. غادي نحط لكم يوسف ونحط لكم تحت منه الرقم ديالو. تواصلوا معاه مباشره. وراه احسن حاجه هو الانسان يمشي لمكتب البيع. كتلتجئ لمكتب البيع كتمشي عندهم كتسول على راسك كتاخذ لي ديطاي مزيان حسن ما كنعطيهم لك. انا كنجيب لك غير مسائل تقريبيين. هادشي اللي كاين هنايا بهاد البلاصه هادي اللي خارجه منها انا دابا هادي هي 44. هنايا بغيت نخرج للشارع الشارع ديال المسيره الثالثه على اليمين. راني كنطلع كما شفتوا معايا هنا كيف ما شفتوا معايا. حنا كاينين هنا في المسيره الثالثه. هنا على اليمين الا طلعتي كطلع نيشان كتخرج للمسيره الثانيه. وكاين على اليمين ديك الاول ديال الضحى الا بغيتي تطلع ثاني من ديك الطريقه راه كدوز عاوتاني عندك الطريق من تما مزيانه. وهنا كاينه الطريق مسرحه كتجيب مع هذا الشارع نيشان حتى لهنايا. هذا الشارع اللي كتشوفوا اون فاس معنا كتجي معاه نيشان حتى لهاد البلايصه كتدور على اليسار. هنا بلاصه كيقول لها 44 راه معروف. هنايا راهي كتجي الا بغيتي انت غير تشوف المنطقه وتشوفهم فين جاو وتشوف هاد البلاصه هادي. المهم الانسان راه كيمشي يجيب دوره في البلاصه اللي عجباتو ولا بيسكن فيها. راه كيمشي كيجيب دوره كيشوف شكون اللي ساكن حداه شنو كاين تما شنو اللي قريب ليا واش كاينين مدارس واش كاينين هذا. اما المسائل الاخرين بطبيعه الحال بتسول على راسكم. دائما كنقول لكم انا سيروا سولوا على ريوسكم. انا راه ماشي شي حاجه في هذه القناه. انا راه كنقدم واحد المحتوى ديال العقار كيكون فيه سواء الرهن ولا البيع ولا الشراء ولا شي دار ديال شي حد. كنجيب لكم مسائل تقريبيه يعني فين كاينه بالضبط شحال كيطلب مولاها ولا شحال طالبين هاد الناس ولا اش كيقولوا. ولكن الحوايج ولا ديتاي بطبيعه الحال اللي كيوصل لهم الانسان راه من كيمشي كيسول على راسو. كاين شي حوايج كتمشي انت اللي عارفهم انت اللي غتسول عليهم بطبيعه الحال. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. ما تنساوناش الاخوان عفوا ما تنساوناش اللي كيشوفني وكيعجبوا المحتوى ديالي ما تنساش دير لي لايك وخلي لي تعليق وخليو لي الا عجبتكم شي حاجه هنا بغيتو نمشيو نبارطاجيها معكم. واخا انايا في هذا الصدى هذا الا شفتوني راه مابقيتش كنحط الفيديوهات بزاف. عرفتي راه الحراره تبارك الله. مشيتي تصور بالليل راه ما كيبان والو ما كاين والو. جيتي تصور بالنهار راه مشكله. راه واحد درجات الحراره فائقه والله. الا زعما الشمس قهراتني هاد الايامات. داكشي علاش نقصت شويه من الفيديوهات وهذا. والا بغيت نصور هاد الخطره راه غادي نمشي نصور لكم الصباح بكري شويه. وما هاد في وسط النهار والله العظيم راكم شفتوكم شنو كاين في الاول الفيديو. راه وريتكم التليفون ديالي قسما بالله الا والله الا تبلوكا بالحراره تبلوكا. تنقلب فيه دابا تنمشي نشوف اش ندير ليه. اختي باقي في الثلاجه هي اللي غادي تبرد ليه هذيك الحراره اللي كاينه فيه. سخن ما عرفتش شنو وقع ليه. ايوا هادشي اللي كاين. راه مدينه مراكش الصراحه في هاد الوقيته هادي راه تبارك الله. كاين اللي كتعجبو. عندنا حنا راه ولفنا هاد الحراره هادي ولفنا هاد الصاد هذا ولا كيجينا عادي. دوزنا فيه رمضان ودوزنا فيه العيد الكبير والله يجيب غير الصحه والسلامه. واللي صاب صحته يقول حمدت الله وشكرته. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. والارقام راه غادي تلقاوهم لتحت في صندوق الوصف. ودائما ما تنساوناش ملي لايك كيف ما كنقول لكم دائما شجعونا باش نزيدوا نحطوا لكم. والله العظيم الا كنقرا دوك لي كومونتير ديالكم هما اللي كيزيدوا يشجعوني باش انني نزيد نحط لكم سيرتو في هذه الوقيته هذه.